السجاير عندهم أهم من الأكل والشرب، ما بيقدروش يمشوا من غير لما يكون عندهم علبتين وتلاتة، وفي منهم كمان اللي تم اتهامهم إنهم بيشربوا مخدرات. في فيديو النهاردة هقول لكم عن الفنانات ما بيقدروش يستغنوا عن السجاير، في منهم أسماء هتصدمكم وعمركم ما تتوقعوا إنهم بيشربوا من الأساس. أول واحدة هي أصالة، وكتير منكم ما يعرفش إنها بتشرب سجاير على إنها مطربة، إلا المفروض تحافظ على حنجرتها علشان نفسها من الأغاني. الحكاية دي اتعرفت لما ظهرت أصالة في كواليس برنامج وهي بتدخن السجاير قبل ما يرجعوا هوا من تاني، حتى في أوقات الصعبة رغم الانتقادات الناس اللي توجهت لها، لكن ما طلعتش دفعت عن نفسها ولا بررت ده. إلا الناس كتير ما يعرفوش إن الموضوع ده مش واقف على السجاير بس، ده في مرة من المرات في المطار اتهمت بحيازة مخدرات، لكن الموضوع اتكتم عليه وخرجت منه. أما تاني واحدة معانا هي غادة عبد الرازق، على العكس كتير من الفنانين بتعمل كده قدام الجمهور، لدرجة إن أدوارها في المسلسل أحيانا بتكون حاطين فيها شيشة وسجاير علشان يبسطوها، وأكبر دليل على ده دورها في مسلسل البطنية، وكل مشاهدها فيها تقريبا بيكون في ايديها الشيشة. تالت واحدة معانا وهي ريهام سعيد، واللي مدمنة على شرب الشيشة، وطلعت واتكلمت في الموضوع ده في حلقة من حلقاتها، وقالت إنها اتعلمت الحكاية دي من واحدة صاحبتها من لبنان، وإنها على عكس المجتمع المصري، إنها بتقول إن الشيشة والسجاير عيب للبنات، وإنها هي غلط على الصحة مش أكتر، وإنها نفسها تبطلها وتخلي الناس كلها تبطلها. رابع واحدة معانا وهي شيرين رضا، اللي قالت إن السجاير أخدت صحتها كتير وإنها حاليا قللت منها، وقالت إنها بتشرب السجاير وهي عندها 13 سنة، وكل ده علشان أهلها كانوا بيحاولوا يمنعوها عنها، وعلشان قالت الممنوع مرغوب. أما الخامسة وهي الفنانة غادة عادل، على العكس الناس لما بتشوفها مواظبة على التمرينات والرياضة وبتروح الجيم، غادة مدخنة شرسة جدا من السجاير لدرجة إنها نبرة صوتها اتغيرت بشكل واضح وملحوظ. الناس كلها عرفت إنها السجاير هي السبب. رقم 6 معانا وهي الفنانة منة شلبي، اللي ما بتسيبش السجاير من ايديها. الموضوع ده انكشف في سهرة من السهرات، كانت قاعدة في وسط النجوم وهي بتشرب سجاير، وأول ما أخدت بالها إن حد بيصور نزلت إيديها تحت الترابيزة علشان المظهر العام وعلشان الانتقادات الجمهور. ده غير طبعا كلنا فاكرين إن منة توقفت في المطار من سنة فاتت متهمة بحيازتها مخدرات وممنوعات، وقتها دفعت غرامة وأخدت حبس سنة مع إيقاف التنفيذ. مين أكتر واحد اسمه صدمكم في كل ده؟ شاركونا الرأي في التعليقات.